مسكم بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. بكرة إن شاء الله المنتخب السعودي راح يذهب ويفتتح الملحق طريق المونديال بكرة في جدة الساعة 8:15 مساء على ملعب الإنماء. مباراة يعني أشوف أكون صريح معكم، أنا غاص أن المنتخب السعودي يوصل لمرحلة الملحق، لكن الحمد لله على كل حال. التصفيات هذه فيها في حاجتين مهمة. أول شيء أنك تلعب مع فريقين، تلعب مع إندونيسيا والعراق. التأهل فيها يتم عن طريق النقاط، يعني إذا احنا فزنا على إندونيسيا وفزنا على العراق، وهذا موضوع ما هو سهل ها تتأهل، لكن قد يتم الحسم عن طريق فارق الأهداف، لأن لما يصير 3 فرق موجودين في مجموعة واحدة ترى ممكن تصير النتائج متقاربة. اللي راح يتأهل فريق واحد من هالثلاثة ياخذون الأكثر نقاط في جميع المباريات. طيب هذا كويس لو فزنا في المباراتين، لكن ما تدري، معك فريقين ثقال، اندونيسيا ما هي اندونيسيا القديمة، والعراق عارفين تاريخ كرة القدم وقوة المنتخب العراقي. نجي لفارق الأهداف، فبالتالي لازم تفوز بأكثر من هدف. 1-0 خطيرة جدا، تحتاج أنك تسجل أكبر قدر ممكن، والأهم أن لا يتلقى المنتخب السعودي أي هدف. يعني تخيل بكرة تلعب مع إندونيسيا أول ربع ساعة إندونيسيا معطتك 1، يلا عاد الحق ورا التعادل والحق ورا الفوز. واحنا عارفين ان المشكله التسجيليه اللي موجوده في المنتخبات السعوديه وبالذات المنتخب الاول، عندنا مشكله في عمليه التسجيل. عندنا 650 واحد يصنعون لكن ما في واحد يسجل. لين اللي يسجلون في الدوري انتم عارفين منهم يعني. فبالتالي محتاج فوز، محتاج تسجل اهداف اكثر، محتاج ما يتسجل في مرمانا اهداف. تيجي عاد الحسبة الثانية اللي هي أكثر نقاط في مباريات الفرق المتعادلة، أكبر فارق أهداف. يعني حتى لو بتتعادل تعادل 2-2 3-3، بلاش 1-1 0-0. أكبر فارق أهداف بين مباريات الفرق المتعادلة، الأكثر تسجيلا في مباريات الفرق المتعادلة، بعدين يروحوا للعب النظيف. حتى البطاقات الصفراء والحمراء تأثر. بعدين في القرعة يعني نص ريال. طيب أهم شيء إن احنا نخلص من بدري. فبالتالي المنتخب السعودي بكرة الواحد يعني متعشم ومتأمل ان المنتخب السعودي يقدر يسوي شيء مهم جدا بكرة. انا اتمنى حاجة وارجو من الجمهور ما ياخذها بحساسية، يعني انا اتمنى بكرة يصير في ريتويت الايش؟ لمباراة الاهلي مع كawasaki الياباني اللي كانت على ملعب الجوهرة او ملعب الانماء في يوم 3 مايو 2015. هذه مباراة أنا ما شفت زيها، لا شفت روعة القتالية اللي في الملعب ولا شفت روعة الدعم الجماهيري اللي كان في المدرجات يومها. يا ليت بكرة تستحضر هذه الروح في نفس الملعب. الأخضر يصير أخضر والمدرج الأخضر يصير مدرج أخضر. يا سلام لو بكرة خلصنا المباراة بنتيجة عالية. راح نلعب مع العراق واحنا ماخذين نفس. بلاش الله يخليكم يا نجوم الاخضر، بلاش نقعد على نقعد نحسب شوف ولو سوينا ولو هذول فازوا، لا كل بيدك الله يخليك. ما نبغى ناكل عن طريق احد. خذ يعني يا دوب تراضون الجمهور السعودي بحاجه واحده، ان يتاهل الاخضر بنتائج صريحه وواضحه. يا دوب تبتدي تراضي الجمهور السعودي من كثره الليالي الجميلة اللي شفناها مع الأخضر في السنوات الماضية. الله يوفق الأخضر بكرة. نبدأ الحلقة بالعناوين.